السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. احنا النهاردة هنتكلم على أمر شائك جدا. الأمر ده متعلق بالزوهو وبال AI automation وبالتولز بتاعت ال AI بشكل عام، وازاي هي قدرت تسهل لنا شغلنا، تسهل لنا الحياة العملية بتاعتنا، وتخلينا نحبها كمان. بشكل بسيط كده وسريع، الفيديو ده إن شاء الله يكون مفيد ليكم. احنا هنتكلم على كلود وممكن شوية شات جي بي تي وترابطهم بواسطة زوهو ام سي بي مع الأدوات زوهو المتاحة اللي بقت متوفرة ككونكشنز داخلية جوه كلود. أول حاجة كده عايز أديكم نبذة سريعة كلود أو أنا موجود فيه علشان نجيب الكونكتورز الموجودين اللي نقدر نحصل عليها ونستفيد بيها مع ابلكيشنز زوهو. بنيجي حاجة اسمها كاستمايز، نيجي حاجة اسمها كونكتورز، ثم بعد ذلك بندوس على كلمة اد ونعمل براوز كونكتورز ونعمل سيرش على كلمة زوهو مثلا. ايه اللي هيطلع لنا؟ تطلع لنا حاجات كتيرة جدا. طبعا بشكل بسيط جدا الزوهو بروجكت ده اللي هو الموديول الخاص بان هو يهندل المشاريع والتاسكات بتاعتها والفيزز والاكسبنس اللي بتترمي على المشروع، ويطلع لك كده اناليتكس او خلينا نقول ريبورتس احترافية عن حجم انجاز المشروع ده بنسبة كام في المية، ولو في تاسكس معينة هي مفروض تخلص في اوقات معينة هو يقول لك التاسكات دي اوفر ديو ولا خلصت في ميعادها. لو انت بتستعين بفريلانسرز خارجيين ينفذوا لك المشاريع دي فهو بيقول لك او بيحسب لك الكوست بتاعت الفريلانسر ده او التاسك دي بير اور عامله كام. وده كله طبعا ابلكيشن رائع جدا ونزل عليه ابديت مؤخرا، خلاه في حته تانيه خالص. الزوهو سي ار ام ده لا غنى عنه، ده اول ابلكيشن زوهو نزلت بيه في مارس سنه 96. ده الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت اللي بيهندل جزئية المبيعات وإدارة العملاء وما إلى ذلك. الزوهو شو ده اللي هو زي باوربوينت بالظبط، تول لذيذة جدا. الزوهو بوكس ده البيج بوس بتاع زوهو الخاص بجزئية الحسابات من الإبرة للصاروخ. كل حاجة ليها علاقة بالمالية هو موجودة في الابليكيشن ده. الأخير زوهو ديسك ده تاكتنج مانجمنت سيستم لطيف جدا، نقدر نعمل له كاستمايزيشن ونهندله لبعض الديبارتمنت أو بعض الاندستريز اللي ممكن تستفيد بيه في إن هي تهندل جزئية التيكت، إذا كانت كتيكت أونلاين أو حتى صيانات هيبقى ليها زيارات ميدانية وما إلى ذلك. الزوهو أناليتكس طبعا لا غنى عنه، ده الأدفانسد ريبورتس بتاع زوهو. وفاني ده يا جماعة دي تول صدرت مؤخرا من حوالي سنة أو أقل. ده دايجرام زي تولز كتيرة جدا موجودة دلوقتي تقدر تبني عليه فلو تشارت. أنا برسم مثلا مشروع معين عندنا في زوهو، نقدر نرسم مشروع أنا لما الليد تجيلي من السورس الفلانية يحصل كذا، لما تتوزع على التيم السيلز الفلاني يحصل كذا. بيرسم لك دايجرام بطريقة احترافية جدا تقدر تستفيد بيها. وممكن بعد لما نخلص في الآخر نشوف التمبلتس اللي نقدر نستفيد بيها من الابلكيشن ده. طيب دي الكونكتورز اللي موجودة في زوهو أو في كلود نقدر نربطها بزوهو. طبعا علشان تكونكت التول دي انت بتدوس علامة زي، طبعا نعمل منها كونكتورز ممكن نتست مع بعض الحاجات دي شغالة ولا لأ. بتعمل علامة البلس دي، ثم بعد ذلك هو بيقول لك لوجن باليوزر نيم والباسورد بتوعك بتوع زوهو، الاكونت اللي انت عايز تكونكت معاه عشان تقدر تكرييت او يعني تدي الاوامر اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي من قلب الشات بتاع كلود. بتعمل الاو خلاص هو بيوافق، عملت كونكت للحاجات اللي موجوده دي خلاص شكرا. تعمل واحده باك وبتفتح الشات عادي جدا. خلينا مثلا انا دلوقتي كلنا عندنا شات جي بي تي، عندنا كلنا اي اي تول بنستفيد بيها وبنسالها في بعض الحالات. انا سايق، انا في المواصلات، انا معيش اللابتوب، انا بره المكتب، مش في وقت الدوام وعايز اعمل حاجه ضروريه. هل انت من الضروري في 2026 انك تروح تفتح السي ار ام عشان تكريت تاسك او تكريت ليد او تعمل اي اكتيفيتي انت مهم قوي انك تعملها دلوقتي؟ لا مش لازم. وانت قاعد على السرير على الكرسي بتاعك بكل هدوء تفتح كلود اللي اوريدي انت عامل بيه كونكت مع الزوهو مثلا سي ار ام، وتقول له الامر بتاعك. مثلا هنقول له create lead name
is مثلا مصطفى عودة and his email at zohomail مثلا .com and his phone number 010 وتعمل انتر. دي حاجات بتسهل لنا حياتنا. وبالمناسبة أنا على الفري بلان بتاعت كلود، أنا مش لازم أدفع، يعني أنا بستخدم تول كلنا إحنا بنستخدمها. هو بيقول لك أهو let created successfully وادالك الاي دي بتاعها. لو احنا رحنا على السي ار ام، رحنا كده مثلا يمين شمال عشان نعمل ريفرش، نرجع هنا تاني، هو بالفعل كريت مصطفى عودة رقم التليفون والايميل. طيب هنروح على كلود تاني ونقول له مثلا create follow up task مثلا for this lead. وممكن عشان يعني لو انت بتكريت ليد كتيرة جدا تاخد الاي دي بتاعها وتحطه في المسج وتعمل انتر بكل سهولة ويسر. برضو هيكريت لك التاسك دي في قلب البروفايل بتاعها. خلينا نشوف مع بعض دلوقتي. هو طبعا انت بناء على الامر اللي انت بتقوله عليه، وانا قايله فوق كريت ليد، فهي اي اي وذكي. فهو ايه ده، انا بكريت الليد فين وانت عامل كونكت بالتولز ايه؟ اكيد الزوهو سي ار ام. فبيجيت الريكورد او بيجيت التول دي علشان يدي لك الامر او ينفذ لك الامر اللي انت طلبته. يعني انا مش هقول له كريت ليد هيروح يكريتها لي في الزوهو ديسك مثلا. هو بيقول لك اهو ان انا لقيت اوريدي الليد وبيكونكت عليها وهيكريت الريكورد دلوقتي از اكتيفيتي. بس كده created successfully وبيبعت لك الاي دي بتاعها. لو رحنا على السي ار ام، دخلنا على الليد بتاعتنا، هنلاقي ان في already follow up task وبقيت اهي next action في follow up task موجوده. طبعا انا بديك امثله، يعني انت ممكن تحط نوتس، تكريت ميتنجز، تاتاتش فايلات تروح يرفعها لك وهناك اوتوماتيك. عندنا امكانيات كتيره جدا نقدر نستفيد بيها من التولز دي. طيب خليني مثلا اقول and create a ticket مثلا named is zoho one issue مثلا. بناء على المحادثه اللي انت بتكملها له في نفس الشات، هو اوريدي هي فاوند التول بتاعته اللي هي ايه، اللي هي زوهو ديسك اللي ريليتد بالتيكتس. تاني حاجه هو على نفس الثريد هيقول لك انا هكريت تيكت على مين؟ هكريت تيكت على مصطفى عوده اللي لسه مكريته من شويه ازاليد. فدي ايه، ده لوجيك، يعني ده لوجيك. انما انت لو حددت له قلت له لا كريت لي ليد، كريت لي تيكت على الليد اللي اسمها كذا، هينفذ لك الامر ده بكل سهوله مش على نفس الشات. يعني انت لو عايز تفصل انت بتوجهه، كل اللي عليك انك توجه الشات بتاعك. هو بالظبط هو بيقول لك التيكت اتكريتت وخدت كمان اي دي، وخدت اي دي نمبر في الزوهو ديسك والاي دي بتاع الريكورد نفسه. لو رحنا على الزوهو ديسك زي ما انتم شايفين اهي نيو. فكل ده انا عملته من غير ما افتح السي ار ام. عايز اساين تيكت، عملت كل ده من غير ما افتح الزوهو ديسك. عايز اكريت تيكت، عايز اساين لتيم معين، عايز اتشينج اونر، في كل الحاجات اللي ممكن تتخيلها في الزوهو، مع الزوهو بواسطه الزوهو ام سي بي وكلود اللي هي التول بتاعت الاي اي. عندنا ايه تاني نقدر نستفيد بيه؟ نقدر نبص، نيجي على الكونكتورز ونعمل براوز كونكتورز ونعمل زوم. عندنا بوكس اقدر اكريت انفويسز، اكريت سيلز اوردرز، اكريت اسجل بيمنت انا اوريدي عملت لها ريسيفد، واتاتش السكرين شوت، اتاتش التحويله بتاعت انست باي. هو اوتوماتيك هيضيفها لك في كانفويس في الزوهو بوكس. كل ده اوتوميتد يا جماعه. طيب الزوهو شو
هو ده الزو شو. انت لك ان تتخيل انت ده باوربوينت، انت تقدر تديسكرايب وتكتب له، تقول له انا عايز برزنتيشن بتتكلم على الزو سي ار ام، وتبين لي الخمس ست سبع 10 فيتشرز، التوب فيتشرز اللي موجوده في الموديول ده، واعملها لي بشكل مناسب، حط الهويه بتاعتي، استخدم الالوان الفلانيه وترن. كل ده هينفذه لك يعني في غمضه عين. انت ممكن تقعد في برزنتيشن 4 ساعات، هو هينفذها لك في 3 دقائق. فاني ده يا جماعه ده دايجرام، ده برضو تقدر تستفيد بيه. يعني احنا مثلا خلينا نبص عليه بصه كده. لو جينا على فاني ده، عندهم في تمبلتس كتيره جدا اهي. مثلا اقول اول تمبلتس، حاجات ليها علاقه بقى بالاستراتيجي، الجولز اللي انت منفذها، اي فلو، حاجه ليها علاقه بالكالندر بتاعك، كانبان فيو، حاجه انت عايز تنفذها في حياتك. يعني تولز او تمبلت تقدر تستفيد بيها، بدل ما تبني او تعمل حاجه بايدك، او تقدر تكريت سبيس وتكريت جواها دايجرام براحتك فروم سكراتش. يعني اتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو اللطيف والبسيط ده، ونلتقي على خير ان شاء الله قريب باذن الله. شكرا جزيلا.